أهلا بيكم في قناة وصفة من دهب. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض صينية سردين حكاية، ومعاها طرنشات من البطاطس والفلفل والبصل والطماطم هتخلي شكلها يجنن. بتتبيلة بقى هتخلي طعم السردين ما يتوصفش من جماله. كل اللي هيدوق هيقولك ايه سر الصنعة. وصفة سهلة مش هتاخد منك وقت خالص، وهيبقى عندك أحلى سردين أكلتيه في حياتك. ولو جربتي الوصفة دي مش هتعملي غيرها. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولي لي رايكم في الكومنتات. بصوا شكل البطاطس عامل ازاي، تحفه تحفه. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناه والضغط على علامه الجرس عشان يوصل لكم اشعار بوصفاتي الجديده. وده بقى البطروخ، انا سويته في الصوص اللي نازل من السمك. هوريكم بعد شويه ازاي. بصوا جمال شريحه البطاطس عامله ازاي، بصوا مجرد ما بتنيها كده بتدوب دوب حكايه. بصوا جميله ازاي، وريحتها ولونها وطعمها، واو بجد. عندنا هنا كيلو ونص من السردين. انا غسلته كويس قوي وطلعت بطنه ونضفته حلو قوي بالليمون وكل حاجه، بس ما نقعتوش لان السردين ما ينفعش يتنقع. تمام. وعندنا شرايح من الطماطم وشرايح من الليمون وشرايح من البصل والفلفل. ولو حابين تحطوا اي مكونات تانية مفيش مشكلة، زي كزبرة خضراء وبقدونس وكده. اللي حابب يزود حاجة يزودها. انا بس بحب احط الحاجات دي بس عشان احس بطعم السردين. وعندنا شوية توم حلوين كده، عايزين نبقوا كرمة في التوم. تمام. وعندنا معلقتين خل ابيض وزيت حلو برضو كده. وعندنا شرايح من البطاطس انا مقطعاها رفيع كده عشان تستوي في نفس الوقت اللي السمك هيستوي فيه. ما قعدش السمك عشان البطاطس تستوي، لا كله يستوي مع بعضه. تمام. وعندنا بقى ملح وكزبرة ناشفة وكمون وتوابل سمك وحبة صغيرين من الكركم وشطة. وبس كده. اللي حابب يحط توابل تاني مفيش مشكلة، بس انا حاطه دول بس عشان زي ما بقول لكم ما بحبش حاجة تغير طعم السمك. هناخد بقى التوم والتوابل دي وبشر طماطمايه ونتبل بيهم بقى السمك والخضار زي ما هتشوفوا. وبعدين القالب بتاعنا هنحضره كده زي ما انتوا شايفين. وادي التتبيله اهي بوريها لكم. اول حاجه هنحط حبه من التتبيله في الاول زي ما انتوا شايفين كده، عشان لما نحط بعد كده الخضار والحاجات دي يبقى من تحت متبله. وبعدين هنرص البصل اول حاجه وناخد بالنا من الترتيب ده عشان تطلع حلوه وتاكلوها بالهنا والشفا. الاول هنحط التتبيله وبعدين نرص البصل وبعدين نتبل البصل. انا ما بحبش احطه كله في بوله واتبل كله مع بعضه كده، ما بحسش ان هو بيبقى شكله لطيف وبيتكسر وبيتبهدل، لكن كده بيفضل حافظ كده مركزه كده وبيبقى ابن ناس. تمام. هنرص البصل ونتبله وبعدين نرص البطاطس. تمام. هنرصها كامل الصينيه كده وبعدين برضو هنتبلها بنفس التتبيله اللي احنا قلنا عليها، اللي هي الثوم والتوابل الملح والشطه والكزبره الناشفه وتوابل السمك وحبه صغيرين من الكركم والشطه. وزي ما قلت لكم اللي حابب يحط اي حاجه تانية مفيش مشكله. بس كده. هنرص بقى البطاطس. وبعد ما نرص البطاطس الرصه الحلوه الجميله اللي انتوا شايفينها دي اللي تفتح النفس، هنتبلها بقى. نحط كامل الصينيه برضو التتبيله بحيث ان البطاطس كمان يبقى طعمها حلو مع الصوص بقى اللي هينزل من السمك دوت بقى، هيخلي كله بقى ايه، مش قادره اوصف لكم. وبعدين نحط الطماطم. الترتيب ده هو باذن الله الترتيب الصح علشان خاطر البطاطس تستوي كويس قوي وما تغيبش في السوا. وبرده بعد ما نخلص رص الطماطم هنتبلها برده زي البطاطس والبصل. تمام. وبعد ما نخلص رص الطماطم ونتبلها حلوة قوي، نتأكد انه كله اخد تتبيلة من التوم والحاجات دي، نبتدي نرص بعد كده بقى ايه، السمك. وهوريكم دلوقتي هنرصه ازاي. ادي السمك اهو، انا غسلاه ومنضفاه وفاتحه قلبه زي ما انتوا شايفين كده. وهحط ايه، هحط شويه من التتبيله جوه السمكيه. تمام. وهترصي بقى الرصه اللي انت تعجبك، هترصيه كده ورا بعضه. لو صينيه مدوره هترصيه كده اهوت بشكل دايره كده يبقى عامل زي التورته. يعني فنني زي ما انت عايزه. وادي واحده تانية اهو بوريكم ازاي. طبعا السمك بعد ما انا نضفته بالميه والليمون والحاجات دي، انا رشيت عليه شويه ملح صغيرين علشان بس ايه احفظه بس كده مش اكتر. لكن هو انا ما بحبش اتبله قبل ما برصه. وادي تالت واحده اهي بوريها لكم برضو.
تمام، وبالراحة خالص واحنا ماسكينه، لان السردين دوت حساس جدا وبيتقطع بسهولة، بيتبهدل يعني. فاحنا لما نمسكه بالراحة خالص كده، ونتبله على مهلنا، واحنا كده بنعمل اكل البيت عندنا نعمله بهدوء، وان شاء الله يطلع احلى حاجة. وبعد ما نرص السمك الجميل دوت في الصينية كده، نتبله برضو، نحط له بقى من التتبيلة. تمام، كل الصينية بقى، كل السمك نحاول ندخل التتبيلة في كل حتة، بحيث ان السمك كله يشرب التتبيلة ويبقى طعمه حكاية. تمام، وبس كده هنبتدي بقى نرص شرايح الفلفل. طبعا الشكل الاخراني ده بقى اللي انتوا تحبوه يعني. انا هنا حطاه كده شكل يعني حاولت على قد ما اقدر ان انا اظبطه يعني. وبعد كده الليمون. تمام، ونحاول نشيل من الليمون البذر، لان البذر بيمرر مكان ما موجود يعني، مطرح التتبيله والصوص اللي بينزل والكلام من ده بيخلي البذره بتاعه الليمون تمرر مكان ما هي موجوده. تمام، وبرده هنتبل كله زي ما احنا متعودين. وصفته سهله على فكره، مش بتاخد وقت، وبتطلع جميله من ايديكي. وكلنا عارفين ان السردين مغذي جدا وكله كالسيوم، فوجبه السردين دي لازم ان شاء الله نجربها كده وناكلها. بس كده، وعدان بقى من الكزبرة او البقدونس زي ما انت حابة، نحطها كده منظر جمالي وفي نفس الوقت تدي طعم. بس كده، زي ما انتوا شايفين الجمال ده. وبعد كده بقى عندي طماطمية كده قطعتها كده شكل وردة، وتبلتها برضو بالتتبيلة، وهحطها في النص بقى. طبعا الجرنشة دي بقى انتوا راحتكم يعني. تمام، بس كده، شفتوا خلصنا بسرعة ازاي؟ كده بقى فاضل ايه؟ فاضل الزيت. هنحط بقى الزيت، نحاول نخلي الزيت يبقى على كل السمك وكل الطماطم وكل الاضافات اللي احنا عملناها دي، يكون عليها الزيت. بيخليها بقى بتلمع كده وجميلة وبتستوي فيه. انا مش بحط مية ولا بحط حاجة تانية غير الزيت، وبشغل الفرن من تحت بس، ما بشغلش الشواية. تمام، ولما بقى حطيته في الفرن، نزل بقى صوص جميل كده، سويت فيه البطروخ زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا البطروخ مش بياخد وقت. بس كده خلص طبقنا. ان شاء الله يعجبكم وتجربوه وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. مع الف سلامة.